هلا وشلونكم؟ مستحيل تجربون طريقة هاي كباب الدجاج وما تعتمدوها. ما شاء الله يخبل، كلش هش وخفيف وهيج متحمر والطعم رهيب. تعالوا نسويه سوية. أول شي راح نحتاج 2 بصل، فلفل أحمر وفلفل أخضر وفصين ثوم. أهرسهن بمحضرة الطعام بهاي الطريقة. بعدها راح أصفيه بهاي الشكل والمي أتركه على صفحة. 1 كيلو صدور دجاج ويا ربع لية أثرمه بمحضرة الطعام كل الزين. راح أضيف فوقها الخضار اللي هرسناها وبرش قشر ليمون، ملعقة أكل بهارات مشكلة، ملعقة أكل بابريكا، ملعقة أكل ملح، وملعقة أكل طحين، شوية معدنوس أو كرفس ونعجن، وأتركه بالثلاجة حتى يبرد. وبين ما يبرد الأسياخ الخشب أنقعها بالمي حتى ما تحترق. أشكل الكباب بهاي الطريقة. نقدر نفرزه أو نستعمله بنفس الوقت، نشويه بالفرن أو بالطاوة براحتكم. نفس الصوص مال الخضار اللي طلعته على صفحة راح أخلي عليه كاتشب، دبس رمان وملح وعصير ليمون، وأخليه بعد ما يستوي الدجاج أمسحه بهذا الشكل. ينطي نكهة وطراوة كلش طيبة للكباب. أحاول أحمره من كل الجوانب حتى ياخذ لون وشكل حلو. جربوه ودولي، وبهيك أقولكم سلامكم العافية.